معمول ان الجيش يفرد مصر خلال 6 ساعات. التخطيط معمول، انا بقول لكم عشان تبقوا عارفين، الجيش يفرد في مصر، ينتشر في مصر في 6 ساعات لحماية الدولة ديت. محدش يفتكر ان احنا هنسيبها او نسمح انها تضيع مننا ونضيع الناس معانا. انا مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وامامكم وامام التاريخ على الدفاع عنها وحمايتها لاخر لحظة. بطمنكم على، ودي اخر نقطة بكلمكم فيها، على سياستنا الخارجية، وبقول لكم ان احنا رحلتنا في الصين والهند والولايات المتحدة الامريكية، انتم كنتم متابعين الموضوع ده كويس وشفتم قد ايه الناس مقدرة التوازن ومقدرة ادارتنا لهذه السياسة بشكل يعني مش ابدا سعي ورا دور ولا حاجة، ولكن دولة بتدير سياسة بشكل متوازن مع كل العالم. واللي احنا بنعمله ده في ناس كتير جدا هتفكر فيه، وفي ناس كتير جدا هتشوف ان هو مناسب جدا جدا. بقول تاني عشان بس نقطة مهمة قوي محتاج ان انا اوضحها. شوفوا، احنا ماشيين في علاقتنا الخارجية مع الجميع بشكل جيد، وبنتحسن وبندي الفرصة للآخرين ان هم من خلال صبرنا ان هم يتعرفوا على مواقفنا، وبيلاقوا ان مواقفنا مواقف متوازنة وسياستنا معتدلة ما فيش فيها اي شكل من اشكال المغامرة او الغلو او التطرف او الحدة حتى. وده امر حتى احنا محتاجين نبقوا فاهمينه ومقدرينه كمصريين. لكن انا برضو قبل ما اسيب مكاني هنا دلوقتي بقول خلي بالكم، لن يستطيع احد انه يدخل في العلاقة القوية بين مصر وبين اشقائها في الخليج. هقولها تاني لينا كلنا. الامن القومي العربي والامن القومي في الخليج ده جزء من امننا، ولن يستطيع احد انه يفصلنا عن اشقائنا في الخليج. انا بشكركم وبشكر كل من ساهم في هذا المشروع من رجال الاعمال ومن البنوك ومن القوات المسلحة. ولازم اشكر القائم على اللي كان موجود هنا، العميد احمد العزازي، مش كده موجود؟ شاكرين يا احمد، كتر خيرك. كنت اتصل بيه الساعه 7 الصبح اقول له انتوا عاملين ايه، الدنيا ماشيه ازاي كده. فانا بشكرك وبشكر كل رجال المنطقه الشماليه العسكريه والشعبه الهندسيه اللي ساهمت في هذا الدور، من اول قائد المنطقه لغايه اصغر درجه او رتبه موجوده فيها. متشكرين جدا. وفي الاخر تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.